لنا موعد مع بلدية صفاقس في شوارعنا فن، وكانت فكرة حلوة وناجحة. جات وليدة اللحظة بعد العرض مباشرة، فما صار اقتراح علاش لا ما يكونش في رمضان أحياء 3 سهرات في الشارع انطلاقا من ساحة القصبة اللي هي مكان كما تراو فيه مكان جميل جدا. وقلنا علاش لا نخليوه الفن هذايا اللي ما هوش فن صالونات، يخرج للناس والناس تسمعوا وتكونوا نشاركوهم ويشاركونا النوعية هذه متاع الفن التقليدي التونسي. احنا فرحانين برشا لأنه الفضاء هذايا كان في السابق للناس اللي تعرف القديمة، كان فضاء ممتاز، كانت فيه برشا أنشطة ثقافية. اليوم يقع استرجاع هذا الفضاء، وأكيد ينجم يكون هذا الاسترجاع حلو برشا بهذا النوع من الموسيقى وأنشطة أخرى ثقافية كما البارح انطلاقا من أنشطة جمعية صفاقس المزيانة. اليوم كيف احنا ناخذوا المشعل عليهم، وإن شاء الله العديد من الأنشطة الأخرى تلي ما نقوم به. أكثر من مبادرة كان ولات فيها نكهة طيبة جدا. احنا جربناها كما قلت في شوارعنا الفن، ومن خلال التجربة هذه جات الفكرة انه نعمموها ان شاء الله في رمضان في اطار محطة ثقافية متكاملة سميناها ليالي المألوف بالقصبة، وهذه كله من اجل تقريب الفن من المواطن، ومن أجل معناها الإثراء الحياة الثقافية في المدينة، خاصة في شهر ذي شهر رمضان. سعداء الاحتضان الظاهرة هي الأولى من نوعها في الحقيقة. ليالي القصبة دي رمضان بساحة القصبة كانت لنا تجربة بالتعاون مع جمعية نادي الأصيل، بذرة طيبة من الأكاديمي نثمنوها برشا، وإحنا تثمين المجهود نتاع الأكاديمي لك على الشركاء في تنظيم التظاهرة هذه، يعطيهم الصحة على مجهودهم ونشكرهم، وإن شاء الله كل رمضان ونحن بألف خير. شرف كبير برشا كونه نعيشوا اللحظات هذيا، باش تشوفوا ليلة صغيرات تغني المألوف، الأعمار تتراوح من 5 إلى 12 سنة. مهم ياسر كون نربيو الشبيبة نتاعنا على النمط هذايا الموسيقي. إن شاء الله يا ربي تتواصل الفعاليات هذيا، وإن شاء الله نشوفوهم العام على شي يدور إن شاء الله، علاش لا. إن شاء الله ديما نشوفوهم في فعاليات كما هكا، نحبوهم يتربيوا على المألوف، نحبوهم على الفن الأصيل، وتبدأ عندهم مبينة سمحة باش إن شاء الله بقدرة ربي هالتراث هذا ما يمشيش هكاكا معنا. خديجة العود بنت ولدي هي مشاركة معاهم وغنات اليوم، دونك ومحليهم دي جون يعملوا الكيف وعندهم طاقة محليها ويعطيهم الصحة. عملوا زاد حضرنا نفس العرض زاد كيف مرة مشيت في الصيف الحفلة، حفلة يعني تاع صغاري يغنيوا ملوف، من وقتها وين قلت لبابا وماما يدخلوني ملوف ووليت نغني ونعزف قانون زادا.
معاهم. اي تحب الغناء بصفه غير عاديه، ملي هي صغيره هكا تحب ديما تزن ديما تغني. يا اخي لقيت فيها الموهبه، مشيت سالته دخلت وقيتها ما شاء الله ما شاء الله بالحق. اللهم صل على النبي على الوليدات الكل، اللهم صل على النبي على الساريه، وعاودوا لنا بالله عاودوا لنا. أكاديمية صفاقس للمالوف اليوم نعملوا 4 سنوات منذ تأسيسها. كوننا يعني 4 أقسام أو 4 نوادي. نادي للأطفال الصغار اللي هو الإيقاظ الموسيقي، بطبيعة الحال احنا قاعدين نحضروا فيهم باش يكونوا سنة أولى مالوف. والأطفال اللي هما في عمر 6 سنوات فما فوق قاعدين نحضروا فيهم باش ياخذوا رصيد هام من التراث الموسيقي التونسي. بطبيعة الحال الليلة السهرة مش تسمعوا أول ظهور لنادي شباب المالوف بالأكاديمية. النادي هذايا كله متكون من خيرة العازفين اللي عندنا موجودين كأساتذة في الأكاديمية، وأيضا من المنشدين والمنشدات. إن شاء الله باش يقدموا حاجة مزيانة. أيضا عندنا مالوف كبار في الأكاديمية صفاقس للمالوف، والنوادي هذه كلها تنشط في نفس التوجه اللي بدينا عليه، وهو يعني المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، لا سيما منه فن المالوف اللي احنا نحبوه ونعتزوا به، وهذاك علاش نحب نمروه من جيل لآخر إن شاء الله. الليلة في فضاء القصبة، فضاء يحتضن المسرح يحتضن الموسيقى. والليلة احنا في إطار الحفلات الرمضانية، كي نقولوا مالوف نقولوا موسيقى راقية، وهذا الكل ما يجم يكون كان حاجة باهية. واللي ما يعرفش اللي عندنا مقر ريه اللي هو موجود في سقاق الذهب اللي يقولوا له شارع الشيخ التيجاني، فضاء مزيان برشا، فيه برشا أصوات تعمل الكيف، خاصة ويأثث فضاء مزيان، فضاء ثقافي، بجنبه متحف، بجنبه فضاء نتاع عروض، وساحة كبرى تحتضن موسيقى تجبد شباب وتجبد عباد تدخل من الأبواب نتاعها اللي هي تعتبر منارة للثقافة ومنارة للفن. والله الحمد لله السهرية تعدات حلوة مزيانة برشا. يعني خدمنا فيها من الأول مالوف، يعني شغل في المالوف التونسي. نشكر اللي شاركوا معايا في العرض هذايا، ونشكر بلدية صفاقس على السهرات الحلوين هذوما، وإن شاء الله ديما تكون مستمرة كل عام، وإن شاء الله ديما صفاقس مزيانة ونشوفوا الإيماج الحلوة هذه. أنا فرحان برشا، وأديت أنا وصلة تونسية حبوها الجمهور وتفاعلوا معها، ومعزوفة الجربة لرضا القلعي بيان سور مادامني أنا عازف كمانجا، دونك حبيت نقدم معزوفة شعبية كما معزوفة الجربة، ونالت إعجاب الجمهور الحمد لله.
الفضاء هذايا اللي هو تابع البلدية، فضاء جميل جدا، كان غير مستغل. برافو عليهم، يعطيهم الصحة. الملوف علاش مركزين عليه بالنسبة لأكاديمية الفنون؟ على خاطر هو تراثنا، هو أصلنا، هو جذورنا. ما لا عروق له في الأصل في التراب، لا جذور له في السماء. مش نقدموا لنا نموذج واحد هو الملوف اللي طالبينه حتى ترجع لبلادنا قيمتها، نبعدوا عليك الموسيقى الداخلة علينا، نعطيو جذورنا للعباد اللي يتفرجوا فينا. نعرف ثم عباد ما همش مش تستصيغها، لكن ما نعرفوش دو فرجي بمرور الوقت تولي العباد تولي تذوق، تعرفش معناها الملوك، تعرفش معناها جذورك التونسيه بالاصيله نتاعك انت. الملوف هو المدرسة الأولى، وأنا تلمذت على الله يرحمه سي صالح المادي، سي علي الحشيش الله يطول في عمره، سي محمد سعاد الله يرحمه. أنا وكبت معاهم والحمد لله عندي رصيد لا بأس به إن شاء الله من الملوف. لما تحب ترغب في الناس في الملوف بشوية بشوية بعد يولي مرضي، لازم يجي وقته شوية صبر بتاع الأستاذ، ولازم التلميذ المتلقي اللي يحب يحفظ واللي يولي بعد يولي يرغب في الملوف هذا. الشفايف شقها عمرهم سكر نبات وبياض العمر لونه الياسمين وبياض العمر لونه الياسمين جمال الشجرات كان رب العالمين جمال الشجرات كان رب العالمين كانت سهرية تحفونة، عجبني الفضاء يعني بالحق أحسن الاختيار، يعني المدينة العتيقة به الفضاء سمح، وبخلاف الأغاني اللي اختارها يعني أغاني من التراث، أغاني عريقة، يعني بصراحة شنفنا مسامعنا بالأغاني الجميلة. تراثنا يلزمنا نحيوه في مكان عتيق من هذا، حاجة حلوة برشا، وإن شاء الله تتواصل في سهرات حلوة، مش كان في رمضان ماذا حتى في خارج، يعني في الأيامات العادية إن شاء الله، ويعطيهم الصحة للناس الكل، وإن شاء الله تتواصل، وإن شاء الله صغيرات هذوما يتعودوا ويستانسوا بالنوعية من الأغاني هذه. الموسيقى نتاعنا موسيقى عتيقة، ويلزمها تتعلم، ويلزمها تدخل للمدارس وتدخل لديارنا ولعائلاتنا باش يتربيوا على نوع من هذه الموسيقى. مرحبا بكم. أعتقد أنه الأيام الرمضانية للملوف بالقصبة في دورتها الأولى أوفت بعهودها. عشنا 3 سهرات متميزة، سهرة مع البراعم الأكاديمية، وسهرة مع شباب الأكاديمية الملوف، والليلة سهرنا مع شيوخ الطرب، شيوخ الملوف. بارك الله فيكم. نشكر مدام وفاء زحاف
وكامل هيئة جمعية مهرجان الأصيل للموسيقى المغاربية على هالشراكة المتميزة هذه، وإن شاء الله شراكتنا تدوم دائما من أجل أنه تكون عندنا ما نقدمه للجمهور صفاقس فن الأصيل. نرحبوا بكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وحي بخير، وما ننساوش في هالليلة أنه نرحموا على شهداء فلسطين. فلسطين في القلب، فلسطين في أعماقنا، ندعو لهم بالنصر ورب إن شاء الله ينصرهم. بارك الله فيك. مساء الخير، احنا سعداء الليله في كل لقاء في مدينتنا العزيزه الغاليه على قلوبنا اللي نتجمعوا على الموسيقى الراقيه الملوف. هي شراكه مثمره والحمد لله في اطار الايام الثقافيه لبلاد صفاقس. ان شاء الله تتكرر الشراكات هذه مع جمعيه نادي النصيب. كل عام وانتم حي بخير، ان شاء الله رمضان العام الجاي نكونوا حيين بخير ونتلاقاو في مناسبه كيف هكاكا، وبارك الله فيكم على حضوركم. تفضل. شكرا مدام مديرة، شكرا سي شكري، شكرا مدام وفاء. مش نسيت حاجة كبيرة على اللي تقال برشا، باش نقدم تحية كبيرة لجنود الخفاء اللي خدموا ليلا نهارا لإنجاح السهرات هذوما بالشراكة مع بلدية صفاقس. نرجع نذكر الفرقة الأولى بقيادة السي وجدي عليلة مدير أكاديمية صفاقس المالوف، وكل الأساتذة وإدارات الأكاديمية، مدام نورة، سي إبراهيم مشطورو اللي عدى ليلة حلوة برشا. محليا الفضاء هذايا نجموا ناخذوا منه برشا دروس، انه نقارنوا كيفاش كانوا الفضاءات قبل والفضاءات توا. هذا ما لازم يشجعنا كجمعيات، ونفتحوا المجال للجمعيات الكل، والمساج اللي نعطيوه انه الناس الكل يد في اليد نجموا نشوفوا الصوره الحلوه هذه. ثاني حاجه نجم نشوف الحاضرين برشا من المواطنين ومن نشطاء المجتمع المدني، نوجه لهم تحيه الناس الكل. ان شاء الله كما قالت مدام وفاء لو 29 تكون عندنا سهره الاختتام لو 29 في أكاديمية صفاقس المالوف. الليلة جميلة جدا، مقر الأكاديمية بقيادة الأستاذ يوسف الطرابلسي. نستناكم الناس الكل والدعوة مفتوحة للجميع. شكرا لجميع الحضور، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله التجربة هذه عجبتكم. 3 سهرات من المالوف إن شاء الله يتجددوا كل سنة، مصالحة مع فضاء هذا فضاء ساحة القصبة، ومصالحة أيضا مع تراثنا الموسيقي اللي جمعية الأصيل للموسيقى المغاربية اللي أشرفت بالشراكة مع بلدية صفاقس على تنظيم هذه السهرات لرد الاعتبار لموروثنا الموسيقي حتى صغيراتنا. إن شاء الله انطلاقا من أكاديمية صفاقس للمالوف نعطيوهم إمكانية تعلم أصول الموسيقى التونسية. الجمعية تقوم في انطلاقا من 17 18 19 افريل بمهرجان سيخصص لليافعين، يعني بمشاركة عدة فرق من داخل الجمهورية التونسية في نطاق إحياء تراثنا الموسيقي. وشكرا.